السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى وانتم كتشوفوا هذا الفيديو تكونوا في احسن الاحوال والظروف، وعواشركم مبروكه. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم بريوش رخامي كيجي اكثر من رائع. كيف كتشوفوا كيجي الشكل ديالو مميز وخفيف. كذلك غادي نحضر معكم واحد لاكاناش بالشوكولا بطريقه جد مبسطه. ممكن ترافقوا به هذا البريوش، وكذلك ممكن تستعملوه حتى بالنسبه لطاختين. وقبل ما نبداو ما نساوش الصلاه والسلام على سيد الخلق اجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. اول شيء كنحتاجوه كاس ديال الحليب الدافئ، يعني الحليب كندفيوه من قبل، وكنحتاجو كاس ونصف من الماء الدافئ. في البريوش خاصنا ديما يكون الماء دافئ او الحليب. كنحتاجو 4 معالق كبار من السكر حبيبات، الملح حسب الذوق تقريبا نصف معلقه، 7 غرام من السكر الفاني او ممكن تستعملوا الفاني السائل، وكنمزجو مزيان. من بعد كنضيفوا عليهم 7 غرام ديال الخميره، هنا خميره حبيبات، ممكن تستعملوا حتى الخميره العاديه، وكنحاولوا نمزجوا مزيان مع بعضياتهم هاد المقادير. وهنا كنضيفوا واحد المكون اللي كيعطي واحد طراوه للبريوش، وهو الخل، 2 معالق كبار من الخل الابيض. بالنسبه للخميره العاديه الا استعملتوها فهي الا دام عندكم بريوش واحد يومين 3 ايام كتعطي واحد الريحه، اما الحبيبات فالريحه ديالها ما كتكونش قويه. هنا غادي نبداو نضيفوا الدقيق تدريجيا، يعني هنا ما نعجنوش، فقط غادي نخلطو اما باطراف الاصابع او بسباتول. كنضيفو تدريجيا وضروري نغربلوه باش يجي البريوش ديالنا غير يجي مهوي. يعني بالنسبه للكميه ما نفوتوش 600 غرام، بين 540 حتى ل 600 غرام فقط، ما يمكنش نفوتوها ولو يبان لكم باللي العجين كتلتصق. هذه هي القياس اللي خاص ندخلو في هذا البريوش. من بعد ما اجمعنا العجين غادي نضيف عليها 50 غرام ديال الزبده اللينه، يعني زبده تكون بدرجه حراره المطبخ. كنحاولوا ندخلوها باطراف الاصابع ما نعجنوش. راهي بسرعه كتمتزج لان ملي كتكون لينه كتمتزج بسرعه. من بعد غادي ناخذ شويه الزيت ندهن به يديا وندهن به البريوش. كيف كتشوفوا العجينه كتجي رخوه لينه، هكذا خاصها تكون. غادي نغطي العجين ونحطها في واحد المكان يكون دافئ شويه باش تختمر. في هذا الاثناء غادي نمشيو نحضروا لاكاناش. غادي نحتاجو 100 غرام ديال الشوكولا الاسود. هنا خديت كاس ديال الماء عادي من الصنبور، حطيته في واحد الكاسرونه، ضفت عليه الفاني او ممكن تستعملوا النسمه كيف بغيتو، معلقه كبيره من النشا ديال الذره. غادي نحرك مزيان. ومن بعد غادي نضيف معلقه كبيره من الكاكاو ومعلقه كبيره من بودره الشوكولا. ضروري يكون الماء بارد يعني من الروبيني باش النشا ما تكورش. من بعد غادي نضيف عليه، حطيته فوق النار يسخن شي شويه والنار تكون مهيله، وغادي نضيف عليه الشوكولا اللي سبق لي وقطعت، وغادي نبدا نحرك بشويه ولكن النار تكون جد مهيله، لان الا جهدتوا النار او كانت النار متوسطه الكاناش ما غاديش تصدق لكم. صافي مع التحريك المستمر، يعني هنا غنبقاو نحركوا حتى توصل درجه الغليان. فاش توصل درجه الغليان نطفيو عليها ونخليوها تبرد. من بعد ما اختمرت العجين بالمساعده ديال شويه الزيت غادي نفرغوها من الهواء بهذا الشكل هذا.
يعني كل ما كنهزوها كنحركوها فهداك الهواء كيخرج منها. ضروري نديرو هاد المرحله. وغادي نرشو طاوله العمل بشويه ديال الدقيق، ما نكثروش الدقيق بزاف. غادي نقطع العجين الى قطعتين متساويتين. قطعه غادي نحتفظوا بها، وقطعه غادي ندخلوا معاها حوالي 6 المعالق من مزيج ديال الشوكولا بودره ومن الكاكاو المر. ممكن نضيفوا قل او اكثر على حسب اللون اللي بغيتو. هنا كنحاولوا ندخلوه غير باطراف الاصابع. ولا جاتكم صعيبه في باش تمتص هذاك الدقيق، ممكن تزيدوا 2 معالق كبار ديال الزيت، او معلقه حتى لجوج ديال الحليب حسب الاختيار. هذه غير باش تعاونكم باش العجين تمتص هذاك البودره ديال الشوكولا. من بعد ما دخلتها، يعني كل قطعه، القطعه البنيه اللي فيها الشوكولا والقطعه اللي عاديه غادي نقطعوهم، يعني غنحصلوا على 4 القطع. القطع خصهم يكونوا متساويه بطبيعه الحال. وهنا غادي نحاول نطلقهم بالمدلك باش نحصل على شكل مستطيل. واخا تبان لكم العجين كتلتصق ماشي مشكل، غنضيفوا الدقيق غير القياس اللي غادي نحتاجه، لان العجين خاصها تكون هكا رخوه. هنا القطع كاملين غادي نطلقهم على شكل مستطيل. راه بسهوله كيوجد، ما كياخذ شي وقت كبير. من بعد غادي نحط قطعه فوق قطعه، يعني درت التحتانيه هي اللي عاديه ودرت فوق منها ديال الشوكولا. ما ديروش الشوكولا لتحت، لان من بعد ما غاديش يجي لكم المنظر ديالو زوين. ديروا العاديه هي اللي لتحت. خديت هنا 30 غرام ديال الزبده، ديما تكون بدرجه حراره المطبخ، وغادي نحطها فوق هذوك القطعتين. هنا كتخلي البريوش يجي مرق وخفيف. من بعد غطيتها بالقطعه البيضاء، وغادي نطلق القطعه اللي فيها الشوكولا حتى هي على شكل مستطيل، وننزلها فوق منها. يعني نحاول نقادهم شي شويه، ولا ما يجيوش مقادين، يعني شي بلاصه ماشي مشكل. نضغط شويه بالاصابع باش يتماسكوا هذوك القطع مع بعضياتهم، وينزل البريوش لانه مازال غادي يتنفخ. كيف كتشوفوا راهما مقادينش ماشي مشكل. فاش كيختمر راه كيجي الشكل ديالو مزيان. من بعد غادي نبدا نقطع تقريبا النصف ديال هذاك المستطيل. غادي نقطعوه بهاد الاشرطه بهذا الشكل هذا. الاشرطه تقريبا فيهم واحد 2 سنتيم. الا بانت لينا القطعه كتلتصق نقدروا نغطسوها في شويه الدقيق. هنا غنستمر في التقطيع. من بعد ما قطعت غنبدا نلفو بهذا الشكل هذا على يعطيني على شكل تموجات. يعني كيجي هنا متموج. كلهم هذوك القطع غادي نلفهم. هنا الكاناش من بعد ما بردات، كيف قلت لكم هاد الكاناش ممكن تستعملوها حتى بالنسبه اللي طاغتين. غادي نحاول ننزلها فوق البريوش بهذا الشكل هذا، فوق العجين. ناخذ هذوك الجوانب ونحاول نضغط شي شويه باش الكاناش في الطياب ما تخرجش من البريوش. ونبدا نلف بهذا الشكل. من بعد ما لفيت غادي ناخذ هذوك الاشرطه ونحاول نغطي بهم هذاك يعني راه باينه في لا فيديو كيفاش كنغطي بهم هذاك اللي لفيت. وكنحاول ندخلهم حتى لتحت، تحت من تحت العجين،
باش يشدوا مزيان. صافي غادي نحاول نستمر مع الاشرطه كامله، وكل مره كنهز واحد الشريط كنعاود نلفوه باش نحافظ على هذيك التموجات، باش بلي طيب البريوش يجيو باينين. انا كملت اللف ديالهم. غادي ناخذ واحد المول اللي كنديروا فيه الكيك، حطيت فرشت وحطيت فوق منه ورق ديال الطبخ، وغادي ننزل فيه البريوش ونخليوه يرتاح تقريبا واحد نصف ساعه. هنا غادي يعاود يتضاعف الحجم ديالو. من بعد ما دازت نصف ساعه، هنا خديت بيضه. هنا تاخذوا بيضه كامله، ما تاخذوش الاصفر، خذوا بيضه كامله وضفت عليها الخل باش ما تكونش عندنا ديك الريحه القويه ديال البيض. وغادي ندهنوا الوجه ديال البريوش. علاش قلت لكم ما ديروش الاصفر؟ لان الاصفر غادي يشمع هذاك ما غاديش يبان لكم، ما يبانوش لكم هذوك التموجات. فهنا كيف شفتوا البيضه كامله ما كتخلي التموجات يبانوا. دخلتوا الفران على نار متوسطه، نار من الاسفل كيف كنطيبوا البريوش عاده حتى تنفخ، وشعلت عليه النار من الاعلى. البريوش تقريبا جات ما شاء الله جا عالي، يعني كيبان بحال شي كيك، والشكل ديالو مميز، والمذاق ديالو حتى هو كيجي زوين. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. عواجركم مبروكه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى فيديو قادم ان شاء الله.